وده كده بالنسبة للبيتش، الناس اللي سألت هل البيتش اوبريتد ولا لأ. ده كده ازور وايت. ده بالنسبة للكابانز، بتتأجر اوريدي على بوكينج و Airbnb من السنة اللي فاتت، وشغالين الشط كله. طبعا يا جماعة الشط في دايركشن وايت هو 650 متر. بالنسبة للبيتش فرونت بيكون ساندي بيتش ناتشورال، يعني هو الطبيعة بتاعته ان هو ساندي بيتش، ما بيكونش فيه اي صخور خالص. بالاضافة كمان لان انا عندي جزء اسمه ويف بريكر، وبلس كمان الاكتيفيتيز بتبقى موجودة على الشط كلها. الويف بريكرز ده بيعمل ايه؟ بيهدي لي من حدة الموج، وبيهدي من حدة التيار بالنسبة للناس اللي بتكون عندها قلق من البحر وتيارات البحر العالية في الساحل الشمالي عموما، عشان بس يديلك experience تكون هادية. اهو الجزء ده كاسر للأمواج، خطير. الشط يا جماعة في دايركشن وايت خطير. طبعا ده بالظبط نص البيتش فرونت، عشان الجزء اللي هناك فيه كونستراكشن فاحنا قافلينه عشان يديني برايفسي للجزء اللي انا بدأت اشغله. اما بالنسبة للبيتش فرونت هو لسه ضعف الكمية دي. بالنسبة للكابانز والبولز بتاعت الكابانز، في برضو زي بريدج في النص كده بيبقى عليه كل القعدات، عشان الناس اللي عايزة يبقى فيه اكل وشرب، وتجربة ظريفة خالص في وسط البول. يعني البول حواليهم يمين وشمال. ودي تالت فيز في الكابانز برضو بتخلص اهي بالكامل، لسه مش اوبريتد ولكن هي خلصت. طيب بالنسبة بقى للإليفيشنز اللي بتخلي كل الوحدات سي فيو، انا طالع من اول منسوب صفر اللي هو احنا واقفين فيه ده لحد منسوب 50 متر، فاللي بيديني دايركت سي فيو لكل الوحدات في المشروع او ل 95% من الوحدات. واللي مش بيبص على البحر دايركت كده هيكون بيبص اما شرقي اما غربي. وبالمناسبة احنا اعلى من المشاريع اللي جنبنا باكتر من 30 متر، فده بيفرق جدا جدا في ايه، في الفيو بتاعك. دايركشن وايت يا جماعة مش مشروع عادي او مجرد مشروع في الساحل، لا هي اكسبيرينس جميلة ليك كاند يوزر، وفرصة قوية جدا ليك كانفستور، بالذات ان احنا بنعمل دلوقتي لونش لمرحلة جديدة، والمراحل القديمة كمان بناخد عليها اي ايز. فدي opportunity تقريبا عمرك ما هتسمع عنها في السوق، الحاجة تكون استلام 6 شهور وسنة وسنتين و3 سنين كماكسيموم وبنلم اي ايز. انا جاسم وليد، لو محتاج اي تفاصيل كلمني.